مرحبا يا حبايبي، أنا نور، والنهاردة عايزة أحكي لكم قصة ياسمين. قبل أي حاجة ياريت ما تنسوش اللايك والكومنت. 22 سنة تربية في بيت أبويا كانت نتيجتها إن لما الولد اللي كنت بحبه جه يتقدم لي وأبويا رفض جوازنا، ما قدرتش أعارض كلمته، ومع إني كنت عارفة إني من غير أحمد هموت، فضلت إني معصيهوش وأقول زي دايماً حاضر. أحمد كان ابن خالتي، ومحدش كان وعرف عن علاقتنا ولا الحب اللي بينا. كنا حاطين خطط كتير لمستقبلنا. أحمد كان شاب طيب ومحترم، بس أبويا ما كانش يهمه الصفات دي. كل اللي كان يهمه الفلوس والمكانة الاجتماعية للعريس، وحاجة زي دي ما كانتش عند أحمد، لأنه ما كانش عنده لا فلوس ولا تعليم عالي. أبويا نسي القرابة وكل السنين اللي عارفينه فيها، وأصر إن أنا وأحمد ما ننفعش لبعض. ماما كانت موافقة على الجوازة، لكن ما قدرتش تقول كلمة ضد أبويا. كانت خايفة لو حصلت مشكلة في المستقبل يتحاسبها هي الأول. وأنا مش علشان ما عنديش جرأة أعترض، لكن علشان خاطر أبويا كان غالي عليا، وطول عمري ما عنديش عادة عنده. ما حبيتش أزعله علشان قرار عاطفي، فسبتها للزمن. لو ربنا شايف فيه خير هيتحقق. كنت فاكرة لو أحمد فعلا بيحبني مش هيستسلم بسهولة، وهيحاول يقنع أبويا بأي طريقة. بس كنت غلطانة. شكلي ما كنتش عارفاه كويس، لأنه لما خد الرفض استسلم أسرع مما كنت متخيلة، وما حاربش علشان حبنا. يمكن كان عارف إن أبويا عنيد ومفيش حاجة تخليه يغير رأيه، معرفش. بس لما شفت أحمد بعد سنتين حب يسيب الموضوع بسهولة، اقتنعت بكلام أبويا إنه مش مناسب ليا، وبدأت أشك في حبه، لدرجة إني ما زعلتش قوي لما مشي وسمعت كلام أبويا. الجوازة ما حصلتش، وقلت لنفسي لو أحمد فعلا كان بيحبني كان هيحاول تاني وتالت علشان يلين قلب أبويا. اللي قسمه ربنا هو اللي حصل. أحمد رح يكمل حياته، وبعد فترة أبويا فاجئني بخطوة سريعة، يمكن علشان يتأكد إن أحمد ما يرجعش. كان شايف إن الوقاية خير من العلاج، فحب يزوجني بسرعة. لما قال لي إنه اختار حسام ابن واحد من أصحابه القدامى، ما استغربتش. كنت متوقعة من الأول إن زواجي حيكون تقليدي، وأبويا عمره ما كان حيسيبني أقرر لوحدي. لحد ليلة الخطوبة ما كنتش أعرف حاجة عن حسام، ولا كان عندي إحساس نحوه. كنت محضرة نفسي لجواز تقليدي، وواثقة أن اختيار أبويا مش حيضرني، وكنت مصدقة إنه حيجيب لي أحسن زوج. ماما لسه قلبها مع أحمد، فبلغت خالتي إن في عريس جايلي، يمكن أحمد يتحرك. لكن أحمد ما حاولش تاني، وده خلاني أفكر في حسام بجدية أكبر. أول ما شفت حسام حسيت بحاجة في قلبي. ما كانش الموضوع بس اختيار أبويا، أنا كمان عجبني. شاب متعلم طويل وعنده شقة وشغل محترم، وهو عنده 34 سنة. أبويا اختار لي حد ما قدرتش ألاقي فيه عيب. لو كنت صادقة مع نفسي كنت لازم أعترف إن حسام ما يتقارنش بأحمد. عقلي بيقول حسام هو الصح، لكن قلبي لسه بيدق لأحمد. بس أحمد سابني، واستنيت منه حب يشبه أفلام السينما، لكن دي كانت حياة حقيقية مش فيلم. ما كانش عندي حتى أمل إني أستنى، لأن أحمد ما سابليش أي مجال للأمل. استنيت كام يوم يمكن أسمع خبر منه، لكن ما حصلش. في الآخر بسكوتي قلت لأبويا موافقتي، وكل حاجة خلصت. بعد كام يوم عيلة حسام جابولي دبلة الخطوبة، وبعدها بكام يوم أنا وحسام بقينا رسمي وشرعي زوج وزوجة بعد قراءة خطبة العقد. من أول ما شفت حسام حبي ليه كبر في قلبي، لدرجة إني نسيت كل سنتين الحب اللي كانوا مع أحمد، وقبلت إن ده نصيبنا إحنا الاتنين. بعد الخطوبة كل مرة حسام يمسك إيدي ويعاملني بالحب والحنية،
كنت أحس أكتر وأكتر إني اخترت الصح. حتى جواد ما بقاش يجي في بالي خالص. انشغلت بالرجل اللي بقى جوزي، وحياتي معاه بقت ليها طعم جديد. حسام كان راجل كامل، ما كانش بيأثر في أي حاجة، من النوع اللي بيقول كلمته في الحب وبيعمل المستحيل علشان يحسسني بالسعادة. بعد 6 شهور من الخطوبة عملنا فرحنا وبقيت ست بيت، المكان اللي بقى ليه أأمن وأدفأ مكان في الدنيا. ما كنتش مصدقة إن يوم من الأيام هبعد عن أحمد واسيب الماضي واهتم بحد جديد في حياتي. كنت بعيش لحظات كلها حب وعاطفة مع حسام، وكنت بحب بيتي وحياتي، وحسام ما كانش بيأثر معايا ولا أنا معاه. الحمد لله حالتنا المادية كانت ممتازة، ما كانش فيه أي نقص، كنت عايشة زي الملكات وغرقانة في السعادة. كل حاجة كانت زي الحلم، لحد ما بعد 2 من جوازي عرفنا إن بابايا عنده مرض ملوش علاج، ومن اليوم ده حياتي ما شافتش هدوء تاني. مرض بابايا قلب حياتنا كلها، خصوصاً حياتي أنا اللي كنت متعلقة بيه جداً. بقيت يوم عند بيتي ويوم عند الدكتور لعلاجه، أغلب الوقت كنت عنده. بابايا كان كل يوم يبان عليه التعب أكتر قدام عيني، وما كانش في إيدي غير إني أبقى جنبه وأحاول أغير جوه. ما قلناش له إن الدكاترة فقدوا الأمل، لكن واضح إنه كان حاسس بحاجة، لأنه دايماً كان يطلب مني أبقى جنبه وما سيبوش، كأنه كان عايز آخر أيامه يقضيها وهو شايفني جنبه. وكان ده كل اللي أقدر أعمله، عشان كده كنت بروح له كل يوم أقعد معاه شوية. كان قلبي بيتقطع عليه، لسه ما شافش سعادتي كويس وبيودعنا. ومع مرور الوقت حالته ساءت لدرجة إني ساعات كنت ببقى خايفة يجراله حاجة في نص الليل وماما تبقى لوحدها، فكنت أنام جنبه وأرعاه. ماما كانت فقدت الأمل خالص وكانت تعبانة نفسياً، وأي حد مكاني ما كانش هيقدر يسيب عيلته في الظروف دي. ما بقتش مركزة مع حسام وزواجنا زي الأول، لكن عشان حسام عمره ما اشتكى ولا ضغط عليا، افتكرت إن كل حاجة تمام وإنه أكيد فاهم الظروف. كنت ساعات أروح البيت الصبح أرتبه وارجع تاني لبيت أهلي. نسيت نفسي تماماً، كل همي كان مرض بابايا. للأسف ما قدرتش أوصل توازن بين أهلي وجوزي وبيتي، ولو كنت قدرت المشكلة اللي بدأت تتغلغل في حياتي كانت هتتجنب وما كانتش هتدمر كل حاجة. كنت غافلة عن إني امرأة متجوزة، وما بقتش حتى أتكلم مع جوزي أو أشارك معاه مشاعري. حسام كان ساكت، وأنا من استغلالي له لما أخدت بالي كان فات الأوان. دي كانت آخر أيام بابايا، وكنا عارفين إنه مش هيستمر معانا كتير. يوم من الأيام من كتر ما كنت متضايقة من حالة بابايا الصحية وانهياري النفسي، قلت لها لماما مش قادرة أكون جنب أنفاسه الأخيرة. كنت محتاجة أقعد لوحدي شوية وارتاح نفسياً. كنت محتاجة حسام جنبي، أبكي في حضنه يمكن أرتاح. كلمت حسام وقلت له يجي بدري البيت. رجعت البيت وخلصت كل حاجة ورتبت البيت، حضرت عشاء لذيذ قبل ما حسام يوصل. بعد كده رحت الحمام أخد دش وأحس نفسي كويس. كنت محتاجة أغير مزاجي واهتم بنفسي بعد وقت طويل. الحزن ده كان تقيل قوي على كتافي، مش عارفة فضلت في الحالة دي قد إيه، لكن لما حسيت إني خفيت شوية فتحت عيني وحاولت أتماسك. في اللحظة دي عيني وقعت على أدوات الحمام اللي مترتبة على الرف في الركن. بسرعة مسحت نقط المية من وشي بإيدي، البخار كان مخنقني وما كنتش شايفة كويس. قفلت عيني ومشيت لقدام. اللي شفته بعيني ما كانش قابل للتصديق. توكة شعر حريمي ملفوف حواليها خصل شعر أشقر تقيل. بصيت على شعري، لونه أسود وقصير، مليهوش أي علاقة بالشعر الأشقر ده. وقعت على ركبتي على الأرض، بمسك التوكة دي وأقلب فيها كأني هطلع منها كلام.
كأني مستنياها تقولي بتتوهمي يا بنتي، لكن ما كانش وهم، كانت الحقيقة نفسها. كنت مصدومة جدا وما قدرتش أعمل أي رد فعل. وأنا لسه على الأرض باب الحمام اتفتح. حسام دخل راجع من الشغل. في الأول ما أخدش باله، سلم عليا بحيوية وقال لي أربان صدقم، كأنه فرحان إني رجعت البيت. هو كان بيتكلم وبيسأل ليه قاعدة على الأرض، وأنا ببصله من غير كلمة. رفعت التوكة قدام وشه من غير ما أسأله حاجة. ما فتحتش بقي ولا سألته إيه ده يا حسام؟ شعر مين ده وسط حياتي؟ حسام وقف، شكله متفاجئ وغريب، كان عايز يمثل إنه مش فاهم ومش عارف التوكة دي إيه اللي في إيدي. قمت بالعافية وقربت له وبصيت في عينيه، شفت الخوف، العرق نازل من جبينه. حتى ما سألنيش التوكة دي إيه وجات لي منين، وده كان كفاية يبقى ختم على خيانته. بس ليه أنا؟ تحمل الحزن ده كان تقيل قوي على كتافي. مش عارفة قعدت في الحالة دي قد إيه، لكن لما حسيت إني خفت شوية حاولت أتماسك. في الوقت اللي كنت محتاجاه أكتر من أي وقت، وما قدرتش أتحمل مشاكل أو هزائم تانية. حزن بابا ما كانش كفاية إني أتحمل خيانة جوزي كمان. لو كان حسام حتى حبة صغيرة بيحبني، على الأقل في الظروف دي ما كانش هيعمل فيا الخيانة دي. بصراحة الموضوع ما وقفش عند اليوم ده. حسام بدأ يبرر لنفسه بشكل مصطنع وساذج. أغبى حاجة قالها كانت إنه مش عارف توكة الشعر النسائية اللي في الحمام بتاعنا بتعمل إيه، وأنا بفكر غلط فيها. بس مين غيري ومين غير حسام اللي كان بيدخل ويخرج من البيت؟ كان متوقع إني أصدق كلامه؟ الليلة دي بعد ما شفت إن كلامه ما يسواش حاجة ومشي على طريق غريب، فضلت بعيدة عنه وما كملتش النقاش. الحقيقة إني ما قدرتش أبقى في البيت ده تاني يوم لما ماما كلمتني وأخبرتني بوفاة بابا، قلبي اتكسر وحسيت حياتي اتقلبت. في ساعات قليلة خسرت حياتي الزوجية وكمان بابا اللي كان فاكر إن حسام أفضل اختيار لبنته. دلوقتي فيني يشوف الولد اللي اختاره كزوج إزاي خني وخلى ظهري مكشوف. بابا راح وأنا في أكتر وقت محتاجاه كنت لوحدي. حسام بقى مش بيتكلم عن الليلة دي، بس كان بيحاول يكون جنبي عشان أقدر أتعامل مع حزني على فقدان بابا. ما كانش عارف إن هو السبب الأكبر لحزني، كان بيمثل إن مفيش حاجة حصلت، وأنا كنت الشخص اللي لما ببص له بتأكد إني معادش حاسة بيه أي حاجة. عمري ما فهمت من إمتى وحسام بيخني ومع مين، بس ما كانش ليه أهمية دلوقتي. المهم الخيانة اللي عملها فيا في أصعب أيام حياتي، لما كنت محتاجة حد يكون جنبي ويواسيني. دلوقتي مرت 3 شهور على وفاة بابا وأنا في بيت أهلي وبعيدة عن بيتي. طلبت الطلاق، لكن حسام مش راضي، لا هيطلع الطلاق ولا بيعترف بالغلط اللي عمله، ولسه مصر يحاول يبرره بطريقة تانية. ماما مش عارفة حاجة، فاكرة بس إن بيني وبين حسام مشكلة وخلاص أنا خرجت من البيت. أنا محتارة ومش عارفة الصح من الغلط، لا قلبي مع الحياة دي ولا عندي أي مشاعر تجاه حسام دلوقتي. هو بيحاول يرجعني للبيت، لكن مع كل الأسئلة اللي في دماغي من غير إجابة، إزاي أقدر أرجع لحياة ضاع فيها ثقتي؟ إزاي أقدر أصدق حسام تاني وأتأكد إنه مش هيعمل اللي عمله قبل كده؟ وحشتني جدا بابا، يا ريت كان موجود أقوله شفت يا بابا، أخيرا غلطة عملتها. شفت الفلوس مش بتجيب السعادة؟ أنا وثقت في اختيارك وتجربتك، لكن حسام ظهر ضعيف. دلوقتي أنا لوحدي، قلبي مكسور ومفيش حاجة ممكن تصلحه. يا رب أعرف الصح وإيه مصيري. الشيء الوحيد اللي متأكدة منه إني مش عايزة أرجع للحياة دي، وعايزة أبدأ من جديد وأبني حياتي من تاني، لأنه مفيش أمل إني أرجع للحاجات اللي ضاعت مني. شكراً يا أصدقائي على دعمكم باللايكات والكومنتات. لو بتحبوا قصصنا تقدروا تشتركوا في القناة من خلال زر الاشتراك تحت الفيديو، وفعلوا جرس التنبيه عشان تكونوا أول ناس تعرفوا عن الفيديوهات الجديدة. ربنا يحميكم ويكون معاكم.